بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا الحلقة دي مميزة جدا 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 بالنسبة لنا. من ساعة ما بدأنا احنا نتكلم عن الحلقة دي، ف ممكن نريكاب كده شوية احنا كنا بنتكلم عن ايه وهنتكلم عنهم ازاي النهاردة. احنا بدأنا الأول بالغفلة، وبعدين قلنا ازاي ممكن نطلع منها، ولما نطلع منها ايه اللي هيساعدنا ان احنا يعني ربنا يثبت قلوبنا على الدين والصلاة والقرآن وكل الوسائل اللي احنا هنستعين بيها، وازاي هنعرف نواجه الفتن اللي في حياتنا. من أهم بقى الحاجات ان الواحد لما بياخد كل الخطوات دي وبيعرف كل المعلومات دي وبيتعلم الحاجات دي كلها او بيحاول بقى يطبقها في حياته العملية، بيحس انه في ناس حواليه مش ماشية في نفس الطريق ده، او لسه ما وصلتش للمعلومات دي، او يعني خلاص ما بقتش اولوياتها زي اولوياتي. فالطبيعي ان الواحد يحس ان هو لما ياخد الخطوات دي ويبدأ يغير من نفسه ويحسن منها، هيحس ان الناس اللي حواليه ممكن تبقى في طرق مختلفة او لسه ما وصلتش للحاجات دي. ف فبيحصل ايرور كده، اللي هو طب انا دلوقتي بحاول اعمل حاجة صح، بس انا الناس اللي حواليا هي وانا شخصيا كنت بعمل زمان حاجات معينة بحاول ابطلها، بس دول الناس اللي انا بحبهم ودول الناس اللي انا يعني بقضي يومي معاهم، بس انا دلوقتي روتين حياتي اختلف بسبب الاعمال اللي انا بحاول اعملها او الاماكن اللي انا بحاول اروحها او اللي انا بحاول ابطل اروحها. فكل دي حاجات بتأثر علينا وبتخلينا تايهين كده شوية. طب دي ناس انا بحبها ومش عايزة ابطل ابقى صحاب معاها، بس في نفس الوقت الناس دي مش بتساعدني في الطريق ده، او مثلا حتى ساعات الناس دي بتبعدني عن الطريق اكتر. وفي نفس الوقت انا لو سبتهم طب انا هبقى لوحدي، طب اعمل ايه؟ فاهمين؟ فهنا بقى بيجي دور الصحبة الصالحة، وازاي نقدر نوصل للصحبة الصالحة، وازاي الصحبة الصالحة دي هتخلينا يعني هتقوينا على الطريق ده. علشان يعني انا شخصيا مقتنعة انه ما ينفعش او صعب قوي 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 حد يقول انه انا هفضل صحاب مع الناس دي وعادي انا هعرف اتعامل لوحدي. مستحيل مستحيل. يعني بحس انه كده كده احنا كنا لسه بنتكلم ان البني ادمين ناس اجتماعية. ف البني ادمين ناس اجتماعية قصدي يعني ان البشر اجتماعيين، فكائنات اجتماعية. فالطبيعي ان احنا نبقى عايزين نتكلم مع حد في الموضوع ده. انا فاكرة ان انا اول ما بدأت يعني اتعلم واقرا قرآن ومش عارفة ايه، كنت دايما ببقى بعرف حاجة ببقى عايزة ادخل اقولها على الجروب اللي هو يا جماعة مش، وبعدين في الاول خالص ما كانش فيه بقى جروب، ما كانش فيه حاجة، ما كانش فيه حد، لحد ما بالصدفة في يعني حد، يعني واحدة صاحبتي اتكلمت معايا في درس كانت بتروحه. ففي الأول كانت بنت، يعني أنا وبنت. فأنا برضو عايزة أقول إن الصحبة الصالحة دي مش لازم تبقى صحبة اللي هو 15 بنت يعني. عادي ممكن تبقى بنت واحدة هي اللي واقفة معاكي في الأول بتبدأوا الطريق مع بعض. بس حاسة إن احنا ممكن نبدأ كده نقول لا، يعني لو الواحد خلاص دلوقتي هو وصل في المرحلة اللي هو خلاص أنا قررت إن أنا عايزة ألتزم، عايزة أحسن من نفسي، عايزة أغير شكل أو روتين حياتي بطريقة ترضي ربنا، وصحابي لسه ما وصلوش للموضوع ده، أبدأ إزاي؟ شخصيا بالنسبة لي في حاجتين مهمين قوي الشخص لازم يعملهم، وانا حاولت اعملهم في الاول خالص. يعني اول ما اكتشفت ان انا محتاجة اخد الشهادة تاني كده وابدأ تاني اعتبر نفسي مسلمة من الاول، وفي حاجات محتاجة اوقفها وكده، كنت محتاجة اقف مع نفسي واخد قرار ان في صحاب معينين انا مش هينفع نفضل صحاب، وده ابتلاء ودي فتنة زي كنا بنتكلم آخر مرة. فده كان ابتلاء صعب جدا بالنسبة لي، عشان أنا أصلا شخص الصحاب بيأثروا فيهم قوي. يعني أنا بحب صحابي جدا، يعني أنا شخص اللي هو في المدرسة كانوا صحابي دول أهم حاجة في حياتي، وفي الجامعة صحابي بتوع الجامعة كانوا أهم حاجة في حياتي. فده أول حاجة، إن الشخص محتاج يقف مع نفسه ويعرف لو في ناس معينة بتشده بعيد، إن هو يبقى مستعد إنه يضحي بيها علشان ربنا، يبقى بيقول جواه لا يا رب، يعني يا رب أنت أهم منهم، أنا هختارك عليهم. تاني حاجة، ودي حاجة بجد في ناس كتير مش بتعملها، بس أنا حاسة إن هي ممكن يبقى ليها تأثير حلو يعني، وهي إن الشخص يتكلم مع صحابه عادي في اللي بيحصله، في التغييرات اللي يعني يمر بيها. لأنه
لما اصلا شخص بيبدا يقرب ويبدا يلتزم ويكتشف انه كان غلط وانه كان في غفله، بيبقى صعبان عليه صحابه. لو هو بيحبهم بجد هو هيبقى حاسس طب ما انا كنت بحس كده، بحس طب هم لو عرفوا هيبقوا برضو كده قوي زي اللي هم عايزين قوي كده. فانا حاولت اعمل كده. انا فاكره ساعتها اول ما يعني اكتشفت اني محتاجه اغير حياتي تماما، بدات يعني اظبط خروجات مع صحابي البنات، اللي هو انا هقعد دلوقتي انزل في 1 on 1 كده مع كل واحده، ونقعد نتكلم ونقعد نكاتشب في كل حاجه فايتانا، حتى ناس كنت بقالي كتير ما شفتهاش، وبس احكي لهم اللي انا بمر بيه. وكنت كل ما بعمل ده بحس انه مش بيجيب نتيجه، كنت حاسه انه مش بيفرق معاهم، يعني مش كلهم بس شويه منهم كنت حاسه انه مش بيفرق معاهم. وبعدين مع الوقت بدأت اللي هو أبقى بقول نفسي لا خلاص أنا مش هخرج الخروجة دي، أنا مش هنزل النزولة دي، أنا بحب الناس دي بس هيبقى فيه هنا كمية حاجات حرام بتحصل، اللي هو لا خلاص مش هينفع. فبدأت أعمل كده. فبقيت وسط صحابي كل ما حد بدأ يعني يعدي الجيرني بتاعته ويكتشف إن هو في غفلة كانوا بيجوا يبعتولي. فبدأنا كده كلنا بنبوند في الموضوع. بس ده بعد ما كنت قعدت فترة أنا وحيدة جدا، اللي هو وخلاص وبتقبل ده، واللي في مخي خلاص معلش يا يارا هتبقي لوحدك شويه الفتره دي وده حاجه عاديه ومفيش مشكله، وبعدين كل حاجه يعني اتحلت لوحدها سبحان الله يعني. ف احنا هنتكلم اكتر في يعني تجاربنا الشخصيه، بس برضه عايزه اعرف لو مريم عندها حاجه. يعني انا كنت حاسه بنفس احساس بالظبط يارا، انه في الاول كنت حاسه ان انا بجد لوحدي تماما، وقعدت مع ان انا برضو شخص اجتماعي جدا. يعني انا فعلا بالنسبه لي صحابي دول كل حياتي، اللي هو انا كنت بشوف صحابي اكتر ما بشوف مامتي. فيعني فكره بقى ان انا في الاول خالص لما اكتشفت ان انا كنت في غفله وطلعت منها، اول حاجه عملتها، انا مامتي لسه امبارح كنا بنتكلم في الموضوع ده، قعدت تقول لي يا مرنا انت خدتي كل حاجه على الحامي، اللي هو كل حاجه مره واحده، ده لا ده حرام، ده مش عارف ايه، ده مش عارف ايه. فانا بالنسبه لي اهم حاجه في حته ان انا اجاهد نفسي علشان امشي على الطريق الصح عشان بعدها ربنا يكرمني، ان انا اصلا انا شخصيا ابقى شخص صح. يعني ما ينفعش ابقى بطلب من ربنا ان انا عايزه صحبه صالحه بس انا اصلا مش عارفه اصلح نفسي. ففي الآية اللي هي اللي ربنا بيقول فيها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فسبحان الله. وبرضو نفس الفكرة بتاعت من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فالفكرة إنه أنا لازم أنا اللي أبدأ الأول وأنا اللي أسعى علشان ربنا يكرمني بعدها. أنا لما أصلح نفسي وأصلح ماي لايف ستايل أشوف إيه الحاجات بقى اللي أنا فعلا كنت واقعة فيها. واكيد معظم الحاجات اللي احنا كنا واقعين فيها هو ما كانش من فراغ، هو most of the time معظم الوقت هيبقى بسبب حد ودانا للطريق ده، او حد هو اللي عمل فينا كده، او حد ورانا حاجه، وهكذا. يعني بجد في حاجات كتير قوي دلوقتي بتحصل، يعني انا مش فاكره امثله يعني حاضره في دماغي حاليا، بس مثلا فكره ان احنا بنمشي ورا بعض وبنفولو ترندز وخلاص كده على الفاضي. في فيديوهات بتاعت أمجد سمير في اللي هي التحرر من سلوك القطيع، بجد الفيديو ده مش طبيعي، وبيورينا فعلا ازاي احنا كبني ادمين احنا بنحب قوي بنحب نقلد. فهو حتى كان عمال يقول ساعتها كان حصل حاجة كده، يعني انه كان في زي خروف كان ماشي وهم يعني الخرفان دي كانوا على جبل، فخروف واحد راح لآخر الجبل فمات حوالي 1000 وشوية، يعني رقم كبير جدا. فاحنا كبشر احنا نفس الحاجة، احنا بنحب قوي ان حد يبقى ان احنا نبقى ماشيين ورا حد وبنتبع حد. فده بقى دور الصحبة الصالحة، ان احنا نجاهد نفسنا ان احنا نتغير، علشان انا لما اغير نفسي، يعني كان نفس فكرة يارا اللي هو ايه، انا بجد كان نفسي قوي، كنت دايما بعمل كده اول لما انا اتغيرت، وفعلا كنت حسيت ان انا لوحدي، اللي هو انا طب احكي، عايزه بجد احكي دي لحد، اروح لمين طيب؟ وكنت قاعده كده تقريبا حوالي سنه قعدت سنه تقريبا لحد ما انا وساره العلاقات رجعت جميله جدا وبتاع،
وبرضه سبحان الله عشان انا فعلا وقتها احنا ما كناش متخانقين لا، بس يعني احنا كنا بقالنا كتير قوي بعاد، يعني مش صحاب قوي زي الاول، عشان انا كنت في كليه وفي كليه وفي جامعه ف يعني الدنيا عادي، بس ما كانش في حاجه معينه. فبعدها بقى ربنا لما انا حسنت من نفسي ربنا وقع ساره في طريقي. وبعدين بقى ساره بجد يعني انا والله العظيم بحمد ربنا كل يوم على ساره، والله العظيم كل يوم بحمد ربنا يا رب. وبقعد كتير قوي بقعد ادعي ربنا، اقعد اقول يا رب بجد ثبت ساره ويارا صحابه صالحه في حياتي. I pray انا دايما كل يوم بجد انا بدعي الدعوه دي، عشان بجد هم فعلا يعني هم ليهم تأثير كبير قوي قوي في الفترة اللي أنا كنت فيها لوحدي جدا، وقعدت سنة بحالها. أنا عندي صحاب وأنا ستيل كنت بعافر قوي مع صحابي اللي لسه صحابي وأنا بحبهم جدا، بس يعني مش عارفين يعني نتقابل في النص في حتة كده، مش عارفين نتقابل فيها، وهم مش فاهميني وأنا مش عارفة أفهمهم. وأنا عشان اتغيرت ففي حاجات أنا بقيت أرفضها، مع إن عادي مع إني كنت بعمل كده أصلا، ودي كانت اللايف ستايل بتاعتي. بس دلوقتي مبادئي اتغيرت، تفكيري اتغير، فبقيت حاسه ان انا عايزه حد كده برضو. فبجد يعني الحمد لله بعد سنه بتفرج والله. كنت متذكره احنا هنعيط في الحلقه دي. قلت حاجه مهمه قوي منه، فكره ان انت خدتي كل حاجه على الحامي دي. عارفه انا دايما لما حد بيعمل كده بتأثر قوي، عشان انا ما عرفتش اعمل كده. ده رقم واحد. تاني حاجه بفتكر قوي الايه اللي هي فلا اقتحم العقبه. يعني انا بحس ان الواحد في الموقف ده خلاص اول ما اعرف ان انا القعده دي فيها حاجه غلط، انا محتاجه خلاص ابطل. يعني انا مش هقعد اللي هو اقول لا طب خلاص انا ان شاء الله هحاول ابطل ابقى اصحاب مع الناس دي، افضل انزل معاهم، عشان هو بجد بجد الاحساس بتاعي ان انا عايزه اصلح نفسي، او الهدايه او يعني الاحساس بالذنب ده ساعات بيجي وما بيروح، ما بيجيش تاني. يعني انا اعرف ناس كتير personally او شخصيا يعني عدوا باللي احنا عدينا بيه، بس علشان لما جات لهم ما تمسكوش يعني ما مسكوش الموضوع كده وحاولوا على قد ما يقدروا، خلاص هو نسيوا والشيطان يعني كملوا على نفس الخطوات. يعني الله اعلم بقى ربنا يهديهم تاني ولا لا، بس انا بحس ده مهم قوي 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 في الصحبة. علشان انا كنت بعمل ايه؟ انا كان عندي مشكله ان انا لما حصل لي يعني لما ربنا هداني دخلت الاسلام كنت في الجامعه ماشي، فانا خلاص هي دي انا ناس هشوفها كده كده، يعني انا مش هينفع اقول لهم لا انا مش هروح الجامعه تاني، فاهمين؟ فكنت بقابل نفس الشله، يعني كنا بنعمل نفس الحاجات وبنروح نفس الاماكن. فانا كان جوايا حد بيشد من هنا والتاني بيشد من هنا، وانا قاعده بعيط في النص، فاهمين؟ فاللي انتي عملتيه ده بجد اهم حاجه، علشان اصلا فكره انتي استوعبتي ان ايه ده غلط، انا محتاجه اوقفه. ده اهم ستيب، عشان في ناس بتبقى فاكره انه عادي، طب فيها ايه لما نقعد. ايوه بالظبط. واللي هو ان انا عارفين انتي قعدتي تتكلمي عن سلوك القطيع وامجد سمير وكده. هو قال حاجه مهمه قوي برضو في البودكاست ده، قال ان احنا بنورمالايز، بنعتاد ذنوب معينه لدرجه ان احنا بنحس انها مش ذنوب. فانا ممكن ابقى حاسه ان انا واصحابي دول الناس كويسه عاديين، هو بس لا هو هو احنا لو قعدنا نفكر ان احنا كل خروجه بنخرجها ممكن يبقى فيها كبائر. هو مش كبائر بس، هو مش كبيره واحده، صح، في كبائر. ايوه. فهو الموضوع مش هين، يعني هو الموضوع مش اللي هو عادي دي خروجه او عادي دول ناس انا بحبها. فكل ما طبعا نتعلم اكتر ونقرا اكتر هنعرف ان الموضوع مهم قوي. ففكره ان انتي تقتحمي العقبه دي بجد اهم حاجه، عشان انا لحد دلوقتي بعافر في الموضوع ده. انا لحد دلوقتي يعني مش قادرة أقول إن أنا فعلا وصلت إن أنا صحابي كلهم هعرف يعني أفلترهم، أو يعني بالعكس أنا ساعات بيحصل مواقف بتوريني progress، بتوريني إن أنا يعني في حتة كويسة، بس في نفس الوقت بتضايق، والضيق ده عادي. يعني أنا مثلا اللي حصل من يومين واحدة صاحبتي كنت نازلة معاها فقالت لي ايه ده فلان قال لي ننزل النهاردة عشان هم كلهم خارجين، وانا قلت له لا انا نازلة، واحنا في نفس الشلة. فانا فلان ده ما قاليش عشان هو عارف ان انا خلاص ما بقتش انزل معاهم. فانا مش عارفة ليه اتضايقت، طب انا كده كده ما كنتش انزل معاهم. فالواحد عادي يتضايق، عادي يحس ان عارفين النغزة دي اللي هو طب ايه ده، طب انا عندي دلوقتي عارفين الفومو، انا الفير اوف ميسنج اوت، انا خايفة يفوتني خروجة حلوة او خايفة يفوتني قعدة حلوة. انت عارفه ده اسمه جهاد حرفيا، النزاع الداخلي اللي جوه ده، ان انت يا رب
عايزه انزل معاهم عشان عارفه ان الخروجه بجد بتبقى حلوه جدا، وهي فعلا بتبقى حلوه جدا، بس في نفس الوقت يا رب انا عارفه ان ده بيضايقك قوي برضو يا رب، بس انا فالصراع الداخلي اللي جوه القلب ده هو ده حرفيا ده اسمه الجهاد. يعني سبحان الله انا كنت دايما بحس بالحته دي. وعلى فكره انا عايزه اقول بس ان يعني ديسكليمر، احنا الثلاثه لحد دلوقتي احنا لسه بنعافر قوي في الحاجات دي، احنا بس بنطلع نتكلم علشان ان لو في حد زينا اللي هو ما تيأسوش والله. يعني في اخر اليوم انت اللي كسبان، انت اللي هتبقى لوحدك وربنا يحاسبك انت لوحدك. واصحابك مش هينفعوك، بالعكس هيتخلوا عنك. فعايزه اقول يعني ان الواحد ما ييأسش، انه ان شاء الله ربنا بجد هيجازي كل الاحساس والنزاع ده في الاخر، وهتبقى حاجه بجد احنا هنبقى بنقول يا ريتنا كنا طول حياتنا بنجاهد. فان شاء الله يعني ربنا في الاخر هيعوضنا عن الاحساس ده، وهنقعد ندعي بقى انه يا رب كنا دايما بنحس بالاحساس الجهاد ده. فكده ان شاء الله بقى في الاخر اهم حاجه ان الانسان لما يجي يمر بده يبقى مدرك بس ان هو عادي، هو بس اختبار. هو يعني هو محتاج دلوقتي يسيب الصحبه السيئه ويحاول يلاقي صحبه صالحه. والله لقى صحبه صالحه او لا، هو محتاج يبقى كويس لوحده. دي حاجه مهمه قوي، ان في ناس بتقعد تقول انا هستنى لما يجيلي صحاب بعد كده ابقى شخص كويس. بس هو ده ابتلاء مختلف اصلا، ان انت هل هتعرف اصلا تبقى كويس وانت لوحدك ولا لا. وفي ناس اصلا قصتهم مختلفه، هم بيبقوا من اول ما بيلتزموا او بيقربوا لربنا بيلاقوا ان هم حواليهم ناس كويسه قوي بتساعدهم، بعدين فجاه مثلا يتخانقوا مع الصحبه الصالحه، او فجاه يحصل حاجه ويبعدوا، او فجاه الناس تهاجر وات ايفر، يعني بغض النظر ايه اللي هيحصل. بس بيبقى اختبار تاني، هل هتعرف تمسك نفسك وتصلب طولك وانت لوحدك. فهي الشخص محتاج يلاحظ ان هو لازم يسيب الصحبه السيئه مهما حصل، ومش لازم يبقى معاه صحبة صالحة. محتاج يعرف يبقى كويس لوحده ويدور طبعا على صحبة صالحة. وفي ده يعني تيبس وتكنيكس هنقولها علشان لو حد بيعاني مع ده ممكن تحاول تساعد، يعني الحاجات دي تساعده. بس هو محتاج يعرف ان حتى لو ما لقاش صحبة صالحة هو لازم يحاول يجاهد لوحده، ولازم يجاهد في انه يسيب صحابه السيئين لانه طول ما هو حواليهم غصب عنه مش هيعرف. الانسان بيتأثر جدا جدا باللي حواليه، وان هو كده بيحاول. المعاناة الزيادة دي معاناة شخص محتاج يطلع نفسه منها. يعني سهلي على نفسك ان انتي بدل ما انتي بتعاني في حاجة بتشدك يمين وحاجة بتشدك شمال، او حاجة كانت بتشدك يمين وحاجة كانت بتشدك شمال، انك لو شلتي نفسك من ما هو انتي بتعملي كده، انتي بتحاولي ما تنزليش معاهم، فخلاص مش هتبقي حاجة بتشدك للصلاة وحاجة بتشدك اني ابطل اصلي. اصل بيبقى في مشكلة بتحصل ايه، ان في ناس بتتعرف بيبقى عندها صحبة صالحة وصحبة سيئة، بتخرج مع دي وبتخرج مع دي. فهو ايه اللي بيحصل في الحالة دي؟ ان هو في الاخر بيلاقي نفسه قلبه مشتت، فقلبه بيحصل زحام ما بين الحاجات الوحشة والحاجات الكويسة في نفس الوقت. فبيلاقي ناس بتشجعه على كذا وكذا وكذا، وناس بتشجعه على كذا وكذا وكذا. ففي الاخر لو الصحبة السيئة بدأت تأثر فيه بالسالب هيلاقي نفسه ما بقاش يعمل الحاجات الكويسة، هتلاقي مع الوقت مش عايز يخرج اصلا مع الصحبة الصالحة. كان في آية هي تفسيرها ملوش علاقة باللي احنا بنقوله، عشان هو هنا الآية دي ربنا بيتكلم فيها عن المنافقين، بس احنا ممكن ناخد الآية كتدبر، يعني ان ازاي نرفلكتت على اللي احنا بنقوله. ربنا بيقول مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فاحنا مش عايزين نبقى مذبذبين. وبجد والله انا اقسم بالله انا عارفة ان الكلام سهل قوي، كلام سهل جدا جدا. وانا زي ما قلت من شوية ان احنا حرفيا كلنا بنمر بالحاجات اللي انتوا بتمروا بيها برضو. يعني ما فيش حاجة، كل واحد فينا بيمر بتجاربه هو الشخصية، وكلها مختلفة بس كلها بتصب في نفس الحتة، ان احنا اللي هو بنبقى قاعدين في النص كده. طب انا ببسط قوي مع دول وببسط قوي مع دول، وبرضو بحس يعني ده انا شخصيا انه انا صحابي اللي مش قريبين لربنا قوي، على فكره هم كويسين جدا وقريبين جدا لربنا، بس مش بالليفل بتاعي انا. يعني انا عايزه حد قريب قوي قوي لربنا علشان يشدني معاه، لان سهل قوي لما يبقى 5 وانا مثلا السادس، انا اكيد هقع. مثلا نقول مثلا كمثل، يعني انه ممكن حد فيهم بيشتم، او الشلة دي بتشتم، او بتعمل حاجة، او بتغتاب، او لبسها مش كويس او كده. الحاجات دي كلها وبالذات كبنات الحاجات دي بتأثر قوي قوي فينا.
بالذات كلبس، بالذات كتبرج، كأي حاجة من الحاجات دي. غيبة، احنا اصلا بنحب قوي نشوف اي حد، يعني بنحب قوي نتكلم، بنحب قوي نرغي، ودي كلها بتبقى معظم الوقت دي بتبقى عادة البنات فعلا، ان احنا بنقعد بنرغي بس. ف وش بيبقى فيه كبائر في القعدة. ممكن اقول حاجه، مش عارفه انتوا يعني عديتوا بنفس الموضوع ولا لا، بس انا حسيت ان انتي بتقولي ان انا بتبسط هنا وبتبسط هنا، انا ما بقتش اتبسط هناك. يعني انا حاسه ان انا جت عليا فتره، الحمد لله يعني لما كنت بنزل مع ناس معينه كنت ببقى فعلا عايزه امشي. يعني كنت ببقى مش مرتاحه وانا قاعده، مش عشان انا مش بحبهم ولا هم ناس وحشه، هو بس انا ببقى واعيه قوي 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 بكل حاجه بتحصل، مش زي الاول. فانا ببقى قاعده متقدره ان انا بعمل حاجه غلط، فالخروجه باظت، انا اللي مبوظاها لنفسي. فده احساس كده كده هيجي، يعني هو كده كده لما الواحد بيبقى لوحده وبيعمل حاجه غلط بيحس بالذنب، فما بالكم بقى احنا وسط 7 أشخاص كلنا بنعمل حاجه غلط، خصوصا بقى الخروجات اللي هي بتبقى مش بنات بس دي. احنا الجامعه عندنا كانت كلها كده، يعني كنا بنخرج بالحاجه و20 شخص ولاد بنات، فالواحد بيحس ان هو خلاص وصل لمرحله ان هو مش قادر يستحمل يقعد اصلا القعده دي عشان نفسيته بتتعب. هو واعي قوي بعداد السيئات اللي شغال، فخلاص انا مش قادره، انا كفايه اللي انا بعمله لوحدي اصلا. بس القعده بتاعت الصحبه الصالحه احلى بكتير قوي والذ بكتير قوي من القعده ودي حاجه انا يعني عديت بحاجات كتير قوي عشان اقولها بجد، يعني بجد عشان نوصل لمرحله ان انا فعلا ببقى بستمتع في مجلس ذكر اكتر من انا بستمتع وانا رايحه سينما مثلا. بجد ده الحمد لله يعني. فانا اهم حاجه عايزه اقولها في النقطه دي زي ما يارا قالت بالظبط، ان احنا نتكلم في الموضوع. يعني انا اول ما احس ان انا في اي حاجه انا مش مرتاحه فيها، مثلا مش عايزه اعملها تاني، انا اقول ان انا لا، انا مش عايزه اعمل كده تاني خلاص. سواء انا مش ملزمه ان انا الناس اللي حواليا دي تسقف لي او ارضيهم، انا في الاول في الاخر بحاول ارضي ربنا. وبجد انتي قلتي يا حاجه ان انتي بتبقي لوحدك تماما، واللي هو هتحسوا بوحده ومش عارفه ايه، بس سبحان الله الفتره اللي انا عديت فيها لوحدي دي كنت حاسه ان انا مرتاحه جدا علشان عارفه ان ربنا معايا. يعني انا مش عارفه دي حاجه كليشيه ولا لا، بس والله بجد كنت حاسه ان انا في يعني يعني طاقه الهيه كده كانت مقوياني على الفتره دي، حتى لو انا يعني مش حاسه ان انا حواليا شله او كده. بجد سبحان الله ربنا بيسهلها، والصحبه بتيجي من عند ربنا. مش يعني انا لو حكيت لكم يارا مثلا، انا ويارا بقينا اصحاب في الحته دي ازاي، يارا هتقول لكم دلوقتي. هو بس كنت عايزه اقول على حاجه انت قلتيها، يعني انا كان عندي حاجه شبيهه قوي اللي انت مريتي بيه ده، ان انا برضو مش بقى اني كنت مش بستمتع لما بنزل مع صحابي، بس ان انا مش عارفه ما اتكلمش عن الدين. يعني كان عندي مشكله نفسيه ان انا بجد مش عارفه اسكت. يعني انا بخرج مثلا، يعني احنا كان عندنا شلتنا برضو يعني في مشاكل كتير، يعني في مشاكل اختلاط، في مشاكل اختلاط اديان وحاجات بتحصل كده كتير، يعني تعدي الحدود. فانا بنزل في فتره بقى في الاول قبل بقى ما يعني ابدا اخد الخطوات دي، بنزل مع صحابي المسيحيين وبتكلم بقى عن الدين وبعمل دعوه، وانا مش يعني وانا مش يعني انا مش عارفه اسكت. بس انا مش عارفه اسكت، بتكلم في كل حاجه معاهم. هم بقى بداوا يسالوني اسئله لما انا بتكلم في الدين، هم بيسالوني اسئله برضو، فانا ما كنتش بجاوب قوي، بس بقول حاجات عارفين الاسئله اللي هي البسيطه قوي، اللي هو ايه الفرق بين الحج والعمره، لو بقعد اشرح لهم بقى سيدنا ابراهيم وستنا هاجر ومش عارفه ايه. فكان موضوع غريب ان انا خلاص انا مش عايزه اتكلم في حاجات كنا بنتكلم فيها، دي بقى مشكله تانية. مش عايزه نقعد ننام مع المشاهير ونتكلم في اللبس، وانا اشتريت النهارده مش بجد الكلام ده بالنسبه لي يعني تضييع وقت. انا عايزه اتكلم عن غزه، عايزه اتكلم عن القران، عايزه اتكلم عن يوم القيامه، الموت، عايزه اتكلم عن الدين. مش قادره ان انا ابقى قاعده بتكلم في حاجات التافهه دي. انا برضو حاسه ان بقى في امبريشن كده ان الصحبه الصالحه دي ناس بتتكلم عن يوم القيامه انت دمرتي الدنيا. بس هو والله لا، يعني احنا بنتكلم عادي عن حاجات تانية. في الآية اللي هي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية دي مؤثرة جدا بالنسبة لي. وبعدين انت بتقولي حاجة تانية، الشخص لازم فعلا يتكلم. يعني مثلا كان في واحدة من صحابي لما بدأت تقرب لربنا، بس احنا مش قريبين، يعني مش بنشوف بعض كتير بصراحة. لما بدأت تقرب لربنا كانت صحابها هي بتتكسف تبين لهم الحاجات دي، فانا كنت بقول لها نصيحه. يعني هي ما شاء الله كانت عارفين الناس هي بتقرب صح، بس هي مش عارفه تبعد لسه،
وهي شايفه فيهم خير وعايزه تاثر فيهم، بس مش بتقول بقى، يعني مش بتقول انا مش هينفع اخرج في المكان ده عشان كذا كذا كذا، او انا مش هينفع اروح الخروجه دي عشان ما بتقولش. فدي مشكله. عارفين الايه برضو في سوره الكهف اللي هي وقول الحق من ربك؟ مشكلتنا ان احنا ساعات بنشوجر كوت او بنزين الحاجه اللي ربنا شرع ربنا. صح، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني الشخص يقول المعلومه الصح بالطريقه، طبعا لازم طبعا بالحكمه والموعظه الحسنه، بس يعني الشخص بيقول معلومه من غير ما يعرفين يضعفها كده ويزينها عشان خايف من راي الناس. احنا بنقول الصح زي ما هو صح، اللي حابب يعمل الصح يعمله، واللي حابب يعمل الغلط يعمله عادي. يعني برضو يعني انا هسيب يارا تكمل دلوقتي، بس كنت عايزه اقول حاجه، فكره انه حتى لما تقولوا ما تتكسفوش، عشان في ناس كتير قوي بتبقى بتقولها وهي طلع مكسوفين كده ومش عارف ايه. بس احنا عندنا freedom of speech في كل حاجه تانية الا شرع ربنا. لما بتيجي عند ربنا والدين والحدود بنتكسف ونكش. فدي حاجه بجد انا لاحظتها، يعني انا فيا، يعني ان انا بجد بحاول اجاهد نفسي ان انا هقول عادي، عشان في الاول في الاخر انا اللي كسبانه، انا كده كده عمري ما هبقى خسرانه في حاجه زي دي. وبالعكس عمر ما حد هيجي يقول الشخص الصالح جدا ده، ما حدش هيجي يقول كده على فكره. لا هي ما بتبقاش كده، هي بس بتبقى ايه يعني، انا عديت بالموضوع ده ولحد دلوقتي عادي جدا، والموضوع بقى هزار يعني واتس فاين بالنسبه لي. بس الناس بقت تعمل ايه، او يعني هتلاقوا اصحابكم بيعملوا ايه، كومنتس بقى، عارفين اللي هو بقى يقعدوا بقى يقولك طب الشيخة سارة ومش عارفة ايه. فبيقعدوا بقى عادي، يعني لما انتي مثلا تنصحي نصيحة وبعدين يقولك ايه ده فجأة يعني بقيتي مش عارفة، يا جماعة فجأة سيبوني في حالي بقى. بس ايوه، هو احنا مش هنلاقي الموضوع سهل، ما هو دي الفكرة. هي الجهاد هنا في ايه، في ان احنا خلاص احنا في عارفين الترانزيشن فيز يعني يعني مرحلة تنقلية كده، في مرحلة تنقلية، بس والله العظيم لما تعدوا كأن في عارفين الافلام بيبقى فيه بقى رينبوز بقى والله العظيم كمان. فاحنا كأننا ماشيين في طريق كله حجر وبتاع وقاعدين بنتكعبل مش عارفه ايه، بس في الاخر في حاجه لذيذه مستنيه والله بجد. فهو لا مش هيبقى اللي هو انا هقول ده كده لازم نقول يعني، بس اللي هو انا مش لازم اتوقع ان انا لما اقول الحق واتكلم عن الحاجه دي مش هينفع نعملها، والحاجه دي ينفع نعملها، والاقي اللي قدامي بيقول لي تمام صح انتي صح. مش شرط خالص. انا بقى كان في الاول خالص، عشان قلت لكم انا خدت الحاجه على الحامي، فانا لما كنت بشوف مثلا ناس صحابي انا بجد انا بحبهم جدا جدا والله العظيم، كنت بروح اقول لهم خدي بالك مش عارف ايه ده كذا كذا، لان على فكره وارد قوي انا ما اعرفش اللي قدامي ده عارف ولا لا. فانا مثلا باخدها بنيه ان هو ممكن يبقى عارف بس ناسي، وده معظمنا على فكره، وفي ناس ممكن تبقاش عارفه خالص. وده كان انا مثلا في حاجات كتير قوي انا كنت فاكره انها عادي ولا طلعت حرام جدا. فانا لما كنت اروح انصح في اخر ما الناس بقت بتزهق انا اتقال لي حرفيا اسكتي يا ميرنا. فما تضايقوش بجد، هتلاقوا بعد كده اللي هيبقى عايز يقول لكم قولي لنا يا ميرنا. فهتلاقوا يعني الحاجات السلبيه اللي هتمروا بيها ربنا هيبدلها بحاجات ايجابيه فيما بعد، تلاقوا حد يعوضكم بقى عن الاحساس بالزعل ده. هو في حاجه مهمه قوي برضو في موضوع الصحاب ده، انه انا بحس، بس ده رايي الشخصي يعني، انه الشخص محتاج لما يبدا، او ده اللي انا عملته وهي ظبطت معايا، مش شايفه ان الشخص لما بيبدا يقرب لربنا مش لازم كل حاجه كان بيعملها يعني غلط وشايف ناس تعملها غلط يقول لهم على طول انها غلط. يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم قوي، وهو نفس فكره وقول الحق من ربكم، بس ساعات بالحكمه ولا موعظه الحسنه. ساعات انا مثلا في حاجات كده كنت حاسه لا انا مش هينفع. عارفين مثلا سيدنا ابراهيم سبحان الله لما جه يدعو قومه كانوا في منهم بيعبدوا الكواكب والنجوم مش عارف ايه، فهو ما راحش قال لهم اللي انتوا بتعبدوه ده كذا كذا كذا، هو دخلهم دخلت جهر بالطاعة. عارفين اللي هو أنا بعمل أنا بقول ده كذا ده كذا ده ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، الحتة دي. وبعد كده بدأ يقول لهم إيه اللي انتوا بتعبدوه ده، بعد ما كان دخلهم ده. يعني دي حكمة، هي دي الحكمة، اللي هو إزاي أوري حاجة معينة، أقنع الحد، أبقى عارف هو مخه إيه، هو محتاج يشوف إيه ويسمع إيه، فاديله اللي هو محتاجه. سبحان الله كتير قوي 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 من الناس اللي حواليا اللي كنت ما توقعش إن هم فيهم هيصلوا بقوا بيصلوا، وممكن يحضروا دروس، وفي كذا واحدة منهم اتحجبت. يعني بقت اللي هو لا، الناس بتتغير، ساعات صحابنا بيتغيروا لما يشوفونا متمسكين بديننا وبنعمل الصح، ولما يشوفونا شخصيتنا بقت أحسن معاهم. دي حاجة كبيرة جدا، إنه ساعات الشخص بيبقى inspired أو اللي بيلهمه إن هو نفسه يقرب. أنا نفسي بجهر بالطاعة قدامه إزاي،
وعارفين دايما بحب اقول الايه بتاعت عبس وتولى اللي هي وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. يعني انت ايش عرفك؟ انت عمرك ما هتعرف اصلا كلامك اللي بتقوله ده هيأثر في التاني ازاي. دايما ما تخافش انك تقول وقل الحق من ربكم زي ما قلنا، قول للصح، وفي الاخر هو ممكن يزكى يعني تخش المعلومة دي تطهر قلبه وفعلا ياخدها وفعلا تأثر فيه، وممكن أو يذكروا فتنفعه الذكرى، يعني ممكن المعلومة تفضل في مخه بس ما تخشش قلبه، ما تنقيهوش من الذنب، بس يفضل فاكرها، فلما تيجي موقف يفتكرها ساعتها بقى يزكى. فسبحان الله ربنا عز وجل بيقول في الآخر بس الشخص بيعمل اللي هو عليه. وأما من جاءك يسعى، الفكرة دي مهمة جدا، إن في ناس لما أنت بتجهر بالطاعة، لما الشخص بيجهر بالطاعة وبيحسن نفسه وبقى معروف في أصحابه كده، أو ده اللي حصل لي شخصيا، كل ما كنت بعمل كده ما كنتش بقول لحد ده غلط، ده مش عارف، بس كنت يعني ادمنت قوي او مصره جدا اني دايما احاول اعمل الصح وابقى واضحه قوي، لا انا مش هينفع اجي حفله الكريسماس دي علشان انا اكتشفت ان هي حاجه غلط وان هي حاجه حرام. صاحبتي كانت في واحده صاحبتنا بتعمل اللي دايما مثلا عزومه في رمضان وفيها بقى اختلاط وفيها مسلمين ومسيحيين وكده، واحده وطنيه وكده فكنت برضو محتاجه ابين وابقى واضحه انه لا انا مش هينفع احضر علشان برضو انا اكتشفت ان ده غلط وان رمضان معمول لاسباب مختلفه. فده خلى في الاخر انه معظم المسلمين ما بقوش بيروحوا او مش معظمهم، بس في كذا واحده اعرفها ما بقتش بتروح حفله الكريسماس، وصاحبتي دي ما بقتش بتعمل عزومه رمضان. فالمهم خلاصه الموضوع ان كل واحد يبقى بس بيبين ده، ما يتكسفش ان هو لما يقرر يعرف ان حاجه غلط ويبطلها، لا هيبقى واضح جدا في الموضوع ده، ما يقولهاش بطريقه متعجرفه، وما يبقاش لو انتوا لسه لا عادي انا بس اكتشفت ان ده غلط بصراحه ما كنتش اعرف، فبحاول اجاهد نفسي في الموضوع وبطله، فهيبقى صعب ان انا اجي الخروجه دي معلش. على فكره انا في واحده اعرفها لما بدات يعني كانت بتنزل خروجات كتير، بينزلوا خروجات اللي هو يعني اعياد ميلاد في بارز وكده، لما بدات واحده تقول هو انا اللي بنعمل كده، فقالت انا مش هعرف اعمل ده علشان كذا كذا، كانت واضحه قوي، كلهم قالوا احنا فعلا كلنا مش عايزين نعمل كده وكلهم بطلوا. بجد انا بحس ده قوي، علشان انا بحس ان احنا لو كلنا قعدنا نتكلم بصراحة كده احنا عايزين ايه ومش عايزين ايه، هنلاقي ان احنا كلنا عايزين نعمل الحاجة الصح، بس هو احنا في حد كده لغوش على الصح وكلنا ماشيين في الطريق اللي طب حوار البارز ده والاعياد الميلادات دي انا اتكلمت فيها مع بنات كتير قوي، كلهم مش عايزين، كلهم حتى اللي عامل الادمان مش بيبقى عايز، بس هو احنا ليه بنعمل كده معرفش والله. انا قعدت افكر في الموضوع كتير قوي، بس انا بحس ان احنا كمجتمع في حاجة انا مش فاهماها لحد دلوقتي، عشان احنا كلنا عايزين نعمل الصح بس احنا كلنا مش بنعمله. ف اللي يارا بتقوله ده اصلا اجابه ازاي الاقي صحبه صالحه. ما هو احنا مستحيل نلاقي صحبه صالحه واحنا مش بنتكلم عن الصح، يعني احنا مش بنعبر عن اللي المفروض يتعمل او كده. احنا كل ما نجهر بالطاعه، كل ما نتكلم عن ده صح وده غلط، كل ما نحط نفسنا في اماكن كويسه، هنلاقي ان في ناس شبهنا، في ناس بتحاول معانا، وهنلاقي ان في ناس بتحاول ومخبيه زينا او مش زينا يعني، بس اللي هو برضو خايفه تتكلم. هنلاقي سبحان الله انا مفيش حد بكلمه في الدين او يعني بحاول يعني انصحه او كده، بحس انه بيرفض النصيحه، يعني ده مثلا ده experience تاني يعني غير مرنا مثلا، بس بحس انه كلهم عايزين قوي، هم بس مش عارفين او مش جاي منهم دلوقتي. وساعات كتير قوي زي يارا ببقى كلمتهم في وقت بعد سنه الاقيهم باعتين لي بيقولوا لي ساره بقول لك ايه انت كنتي قلتي لي كذا كذا، وعادي يجوا بقى نخرج الخروجه مع الصحبه الصالحه وهم يدخلوا معانا. فهو سبحان الله كده، هو احنا ناخد الخطوه ونتكلم ونعمل اللي علينا، الباقي بقى خلاص يعني دي مش بتاعتنا. دلوقتي اللي احنا كلنا فاهمينه انه ده نوع من انواع الجهاد، وعايزين نتعمق اكتر بفكره انه دلوقتي احنا اتكلمنا شويه عن الصحبه الصالحه، وقعدنا نتكلم عن البيرسونال اكسبيرينس او الحاجات اللي احنا مرينا بيها شخصيا مع النوعين، مع الفئتين. فعايزين نتكلم اكتر بقى عن ربنا اصلا والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيتكلموا عنهم ازاي. يعني هنشوف امثله عن الصحبه او نماذج عن الصحبه الصالحه ونماذج عن الصحبه السيئه. فانا حاسه ان الحديث ده بيتكلم عن الاثنين. ده حديث عن الرسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تتباع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. الكير يا جماعة اللي هو الناس اللي بتشتغل في اللي هو الحداد وكده، الريحة بتبقى مش حلوة وبيبقى فيها نار يعني من الآخر، يعني ده المجمل.
فشرح الحديث ده يعني بزيادة ان الرسول بيضرب مثل ان الجليس الصالح زي المسك، فانت هتطلع منه ب3 حاجات كده كده، يا ده يا ده يا ده، او ال3 مع بعض، فانت كده كده مش تبقى خسران. فاول حاجة ان هو الرسول كان بيقول فحامل المسك اما ان يحذيك يعني انه هو هيهديك مسك، واما ان تتبع منه ان انت هتشتري منه مسك، والثالث واما ان تجد منه ريحا طيبة، فانت لو ما خدتش منه هدية ولا اشتريت منه المسك فهو ريحته هتيجي عليك، فانت كده كده هتبقى متأثر بيه. لكن التاني اللي هو نافخ الكير ده حنوط الحداد زي ما قلنا، وانه ده يعني بيبقى طالع منه ريحة وحشة جدا وزي شرار كده بيتطاير ونار قوية جدا، نار حامية يعني. فهو الرسول كان بيتكلم فكرة انه ده نموذج وده نموذج، واحنا لينا حرية الاختيار. وكذا كذا حديث اصلا بيتكلم عن فكرة الصحبة. في حديث احنا كل مشهور جدا وعارفينه، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، وحي تاني المرء مع من احب. واصلا الحديث بتاع المرء مع من احب بجد حديث حلو جدا، قعدت ادور عليه اكتر يعني، بجد من احلى الاحاديث اللي انا قرأتها. حديث بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها يعني، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ يعني عادي ممكن انت تبقى يعني انت بتحاول تصلح نفسك وعايز تلاقي صحبة صالحة، بس مش عارف تلاقيهم فين ومش عارف تعمل ايه، بس انت بتجتهد وبتحبهم وبتحب الصالحين. عشان كده يا جماعة بجد مهم قوي قوي نشوف احنا بنحب مين، بنتبع مين، بنحب المشاهير والانفلونسرز اللي مش كويسين، الصحبة السوء، بنشوف نقارن انت بتحب مين، لان ده هيؤدي الإجابة بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فانت شوف انت عايز تبقى مع مين. ويعني سوء الاختيار وحسن الاختيار بيبقى برضو توفيق من ربنا، ان طول ما انت صادق يعني اصدق الله يصدقك. كل ما تكون صادق فعلا من قلبك، انت فعلا عايز تتغير والموضوع شاق وصعب قوي عليك، ربنا هيعوضك وهيجازيك، وهتلاقي نفسك مرة واحدة في صحبة صالحة. انا في الاول قبل ما انا ويارا وسارة نتعرف على بعض، انا في مرة كنت في المسجد في 2024، الكلام ده كان السنة اللي فاتت، وكنت قعدت بقى قبلها بسنة انا كل ده لوحدي ومش عارفة الاقي منين صحبة صالحة ومش عارفة اعمل ايه. واعرف نماذج كانت معايا في الدفعة وناس بجد حلوة جدا وقلبها طيب قوي ومتدينة، وانا مش عارفة اقرب لهم عشان انا حاسة ان انا غريبة قوي عنهم، مش عارفة ابقى زيهم، فمش عارفة صاحبهم. فانا فاكره ان انا طول السنه كنت بقعد ادعي ربنا كل يوم يا رب ارزقني بصحبه صالحه، كل يوم كل يوم، لحد ما في مره كنت في المسجد وكنا بنصلي التراويح، فالمفروض كانت في واحده صاحبتي كانت هتيجي تصلي معايا وهي جت متاخر، ففي بنت جت وقعدت جنبي وانا قلت لها معلش طب بعد اذنك ممكن بس تسيبي مسافه عشان صاحبتي لما تيجي تلاقي مكان. المهم لما الصلاه بدات طبيعي ان احنا كلنا بنقرب لبعض بقى والمسافات بتتقفل. البنت دي ما بين ال4 ركعات الاولين وبعدين ال4 ركعات التانيين انا والبنت دي اتصاحبنا، والبنت دي لحد دلوقتي يا جماعه بقت صاحبتي وبقت شخص قريب جدا ليا. واتعرفت عليها بطريقه عشوائيه جدا، ان انا كنت في المسجد بصلي عادي جدا، وانا اصلا وانا في المسجد وانا بصلي كنت بدعي يا رب انا عايزه صحبه صالحه تبقى كويسه واتعرف عليها في المسجد. حرفيا ده كان دعائي، ودعائي اتحقق بالبنت اللي جنبي، وسبحان الله برضو هي كانت نفس الاكسبيرينس دي يعني. انا برضو في وقت معين كده كنت حاسه اني لوحدي قوي، وبعدين انا فاكره انا وساره كنا ساعتها بنشتغل مع بعض، بس يعني عمرنا ما خرجنا مثلا او كده، يعني ما كناش صحاب، ما كناش، حاولنا مره نخرج الموضوع فشل بس بغض النظر. انا فاكره كنت ساعتها بقى في فتره اللي هو انا صحابي اللي حواليا بتكلم مع اللي انا شايفه ان ممكن اتكلم معاه، وفي شويه مش بشوفهم، فكنت وحيده شويه وقلت خلاص انا هفضل على اللي انا فيه لوحدي يعني. وبعدين في يوم لقيت ساره بعتالي على واتساب السيره النبويه بتاعت احمد عامر وبتقولي اتفرجي عليها، فانا قلت ايه ده بتتفرج عليها؟ وانا كنت ساعتها بتفرج عليها، كنت في نصها او في اخرها كده ومش مصدقه ومتاثره جدا بيها وبتغير حياتي ومش عارفه ان اصلا في حد عارفها، يعني كنت لسه مغيبه شويه كمان. فلقيت ساره بتبعتها لي فقلت لها ايه ده، قمت متصله بساره، فطبعا اتخضت قوي اللي هو هي ليه بتتصل بيا، فاتصلت بيها وبعدين قعدت اتكلم بقى معاها وطلع بقى كل اللي جوايا. فقالت لي في واحده صاحبتي صاحبتها عمتها بتروح تدي درس، هي دي البنت الوحيده اللي كانت معايا، هي دي صاحبتي دي. فهي قالت لي صاحبتي دي عمتها دي بتعمل درس وتعالي معانا مش عارفه ايه. ورحت الدرس بقى ساعتها واتاثرت قوي، وبعدين بدأنا نروح دروس اكتر وكده. وبعد كده انا فاكره في يوم وانا وساره قاعدين قلنا طب ما نعمل درس. انا كنت كل ده بدعي
يعني بقعد بدعي ان هو يا رب عايز صحبه صالحه، يا رب نفسي في صحبه صالحه. وفي مخي سبحان الله في الاخر ربنا اداها لي باكتر طريقه. يعني انا لو هفصل الصحبه الصالحه مش هتبقى كده. انا كان في مخي انه مثلا هروح مسجد هتعرف على ناس مش هيبقوا شبهي، بس هبقى مضطره اللي هو عارفين واصبر نفسك مع فهستحملهم. واللي هو انا اطول اصلا، طب ده انا اكيد هصبر معاه يعني نفسي اصلا اي حاجه. فسبحان الله اللي حصل ان احنا كلنا كناس يعني شبه بعض ومرينا بنفس الحاجات وبنجاهد في نفس الحاجات. ربنا عز وجل جمعنا في الاخر يعني احنا كنا 4 أو 5 بنات بيجمعنا. قعدنا نقرا سورة طه ونتكلم فيها واثرت فينا ازاي وكده ونحاول نحفظها. وبعدين كل واحد قعد يعزم واحده من صحابه يحكي لها انا بروح يوم الجمعه درس كذا مع بعض ومش عارفه ايه. بنقعد نتدبر في القران. احنا مش بنعمل حاجه قوي بس نتدبر في القران وده يعني حاجه مهمه. فكل حد بقى يجيب حد، كل حد يجيب حد لحد ما الموضوع كبر بقى يعني. بس سبحان الله انا لو هفصل الصحبه مش هتطلع كده. كنتش اتوقع انها تطلع من صحابي وناسي اللي احنا كلنا كنا بعاد، اللي هو كده ربنا عز وجل اصطفى ناس معين ان دول هيبقوا الناس اللي حواليا في الوقت ده. انا حاسه ده مهم قوي، علشان ممكن ساعات ما نلاقيش صحبه صالحه، ممكن نبقى احنا الصحبه الصالحه. يعني لو انتوا مش لاقيين حد شبهكم وقريب لربنا وعارفين، يعني مش لازم تلاقوا حد، ممكن انتوا تبداوا ده. يعني انا حاسه ان التجربه بتاعتنا دي مع صحابنا والدرس وكده، عمري ما تخيلت ان انا اللي ممكن ابقى يعني بانيشيت او باخد اول خطوه، فاهمه قصدي؟ بس لما انا عملت كده، او لما انا ويارا يعني قلنا ان احنا ماشي خلاص بصي احنا عايزين نعمل حاجه ومش لاقيين مثلا، فخلاص احنا نعملها. يعني انا مش لسه، انا فاكره وقتها كنت لما بفكر في الموضوع اللي هو طب ما نستنى نشوف لو مثلا في حد تاني عامل عنده مثلا خبره اكتر او مش عارف. بس هو لا، هي ما بتجيش كده، هي بتيجي انا مش لاقيه، انا خلاص انا هبقى الحل. فلو انتوا مش عارفين تبقوا مش عارفين تلاقوا صحبه صالحه، مش عارفين تلاقوا حد يعني من مجتمعكم مثلا قريب لربنا، خليكم انتوا الحد ده عشان لما حد تاني ربنا يهديه يلاقيكم. فبحس ان دي حاجه مهمه قوي، ان ده اللي بيأثر على يعني على المجتمع عامه. يعني ده بقى اللي بيغير فينا كبشر، اللي هو لما نلاقي ان ايه ده، ناس كتير قوي بتعمل حاجات غلط، بس ايه ده في ناس بتعمل حاجات صح. بس طول ما احنا يعني في المجتمع بتاعنا او في يعني كل واحد طبعا يعني المكان او الجامعه او اي مكان بيقضي فيه وقت كتير قوي، لو ما لقاش، وعلى فكره اكيد هيلاقي. يعني انا برضو كنت دايما بسمع احمد عامر كان دايما بيقول ما تقوليش ما تلاقي ان انت ما لقيتش صحبه صراحه، هم موجودين انت بس اللي مش عايز. ما كنتش بقتنع قوي، وبعدين اكتشفت انه لا، هم موجودين فعلا. يعني انا لو كنت يعني دورت بجديه شويه، او لو كنت مثلا بذلت مجهود اكتر كنت هلاقي عادي. يعني في ناس حواليا، يعني دلوقتي بدات اعرف ناس كانت موجوده حواليا وانا مش واخده بالي. فهو لا، هو في ناس ولو انت ما لقيتش ناس يعني تشانس، لو انت ما لقيتيش ناس يعني لاي سبب ما، خليكي انت الصحبه الصالحه حتى لو انت بطولك. وسبحان الله فعلا زي ما يارا بتقول، هي ربنا بيفصلها بطريقته. يعني لو انا كنت قعدت عملت جدول كده وقلت انا هعمل كذا وكذا وهكلم البنت دي ما كنتش هوصل اللي احنا وصلنا الحمد لله يعني. بس ففكره الاقي فين الصحبه الصالحه وبتيجي ازاي وكده، لا هو اول حاجه نبدا بنفسنا والباقي ونقعد ندعي. هو فعلا الدعاء يا جماعه ده بيبقى، انا زي ما كنت بقول في الاول، احنا مش بنبقى لوحدنا، احنا بيبقى معانا ربنا. فاحنا طول ما احنا بندعي ربنا للصحبه الصالحه، ما فيش حد وصل لصحبه غير بالدعاء. يعني ميرنا بتقول انا دعيت ربنا في المسجد ولقيت ربنا حالي دعاء. يارا بتقول انا كنت بقعد ادعي ربنا يا رب انا عايزه صحبه صالحه. نفس الحاجه انا كنت فعلا بقول، انا كنت بدعي بقى اللي هو حاجه تانية خالص، بقول يا رب الدفعه كلها تبقى تسلم، لو انا بقى كلنا مع بعض. طبعا دي مش حاجه كبيره، مش يعني طبعا ربنا قادر على كل شيء، بس انا طبعا ما كانش ليا الاثر ده. بس هو الدعاء اهم حاجه خالص في الموضوع ده. ومش بس الدعاء ان احنا نلاقي صحبه صالحه، الدعاء ان احنا نثبت على اللي احنا عليه، عشان ده صعب، عشان فعلا الجهاد في الوقت ده مش سهل خالص. وان شاء الله يعني ربنا هيسهل الموضوع في الاخر، وربنا بيفتح ابواب كتير قوي. يعني مفيش حد في الاخر يعني بيحس ان هو الطريق يا ريتني ما دخلت الطريق ده، فاهمين؟ عمري ما قابلت حد بدأ يصلي ويقول يا ريتني بدأت اصلي مثلا، فاهمين قصدي؟ لا هو بجد الموضوع بس بيفضل يتحسن في النفسية، في العقلية، في ازاي بنتعامل في الحياة، ازاي بناخد قراراتنا في الحياة. بحس انه يعني كل ما
الواحد بينضج اكتر. يعني طبعا انا مش بقول ان انا قفلت فكرت الدنيا يعني لسه، بس كل ما بنضج اكتر كل ما بحس ان انا كل اللي انا كنت بعمله زمان ده ولا حاجه. حرفيا عارفين الايه اللي هي بتقول ان الحياه لعب ولهو؟ والله العظيم بجد لعب ولهو. حتى يعني ما فيش حاجه واحده او ذنب واحد كنت بعمله زمان حاسه ان انا وحشني ان انا اعمله مثلا، عشان هو فعلا ما فيش حاجه تستاهل بجد. يعني احنا اتكلمنا قبل كده عن الجنه، واتكلمنا قبل كده عن ازاي نصبر نفسنا وايه الحاجات اللي احنا هنوصلها في الاخر، وان ازاي الحياه دي. امبارح شفت فيديو جميل قوي كان بيقول ان الدنيا دي بيت ايجار. يعني احنا مأجرين فعلا بيت كده، وفي الاخر هنمشي ونسيبه. يعني انا ممكن ازين البيت الايجار ده بشجره، زرع، اجيب كنبه كويسه بس عشان ابقى قاعده مرتاحه. انما في الاول في الاخر ده مش يعني مش ملكي للابد، فاهمين قصدي؟ بالعكس ده احنا بس بناخد الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول كونوا يعني في الدنيا كعابر سبيل. ف تانية برضو غير الدعاء مهمة قوي الشخص يبقى واخد باله منها، ان هو يكون عشان انتوا كنتوا بتقولوها برضو دي حاجة مهمة. طول ما هو بيظهر، عشان كده عمالين نقول الشخص لازم يتكلم وقول الحق ويبين الحاجة. لو الصلح او الصلاح او الالتزام بان على الشخص، هيأتراكت او هيجذب الناس الكويسة وهيزق الناس الوحشة. هو بيجي هنا الابتلاء بتاع طب انا كده بزق الناس الوحشة، محتاجة انضف قلبي من ان انا مش عايزة ابقى حوالين الناس الوحشة. لان ساعات القعده مع الناس او الصحبه السيئه بتبقى حلوه قوي. احنا عمالين نقول ساعات تبقى لا هتتبسطوا لما تروحوا للصحبه الصالحه وكده، ساعات جزء من ابتلاء ناس معينه ان هم مش هيحبوا الصحبه الصالحه. دي حاجه كبيره قوي وبتحصل لناس كتير قوي. وتاني عشان كده في سوره الكهف برضو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. من اثر الصحبه الصالحه والصحبه السيئه ان هم بيبعدونا عن الدين. لو في صاحب يعني سوء ممكن يبعدنا عن الدين. ربنا عز وجل بيقول لنا في سورة الفرقان ان في ناس هتيجي يوم القيامة تندم تقول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. انتوا متخيلين؟ يا ريتني ما صاحبت الشخص ده، كتر الندم. ويا ويلتى اللي هو حسرة وندم، خلاص ما فيش حاجة تغير. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يعني ضلني عن الذكر يعني عن القرآن وذكر ربنا. يعني ايه؟ يعني قعدته كانت كلها بتنسيني ربنا. ساعات ممكن الشخص يبقى حتى ما فيهاش كبائر، بس هو الشخص مش فارق معاه ربنا. يعني ممكن يبقى شخص طيب بجد وكده، بس هو مش قريب لربنا ومش بيتكلم، يعني كلام دايما في حاجات تافهه قوي ملهاش قيمه خالص. فهو مع الوقت لو الشخص بيقعد مع الناس دي بس وعمره ما بيقعد مع ناس تفكروا بربنا وتأمر بالمعروف وكده، غصب عنه هينسى ده. لقد أضلني عني ذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. في واحدة تانية اللي هي احنا مشكلتنا بتبقى ان احنا بنبقى مش قادرين نسيب صحبة السيئة. في ناس بتبقى بجد الاختبار ده عندهم صعب جدا. انا فاكرة ان انا قعدت ادعي ربنا في الموضوع ده وبعدين معظمهم هاجر. انا قلت الله اكبر الحمد لله. فساعات يعني ساعات الشخص غير الدعاء هو محتاج بس يبقى صادق في ان هو خلاص يا رب انا مش انا عايز ابقى حوالين ناس كويسين. انا فاهمه انه الناس الصحبه السيئه دي هتاذيني وهتضلني وهتضرني كمان في الدنيا وفي الاخره. فيا رب ساعدني. في سوره المعارج ايه بتاثر فيا قوي وساعات احنا مش بناخد بالنا منها، ان الانسان يوم القيامه في الايه بتاعت ولا يسأل حميم حميمه. يعني مفيش حد هيسأل صاحبه القريب، مفيش اتنين هيجوا يبقوا في صف بعض. فايه بقى؟ يبصرونهم. هيجي لحظة هيشوفوا بعض. تخيلوا كده، عيني هتيجي في عين صاحبي صاحب السوء وهنشوف بعض ومش هنقف في جنب بعض. لا، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه عيلته كلها وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ربنا يقول كلا بعدها. يعني الشخص هيجي عينه في عينه ويتمنى لو ينفع صاحبه ده صاحب السوء ده يتعاقب بداله. فالمشكلة بتبقى احنا في الدنيا بنبقى مدينهم قيمة كبيرة جدا عن ما هم في الحقيقة وبنختارهم على نفسنا. الناس الوحيدة اللي هتيجي يوم القيامة نبقى بجد في ظهر بعض في سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كل الصحاب القريبين جدا هيعادوا بعض يوم القيامة، هيعادوا بعض إلا المتقين. الآية بقتها بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
المتقين بس بيخافوا ربنا اللي هم كانوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كل اللي هم عايزينه خايفين من ربنا، عايزين ربنا يرضى عنهم. وايه بقى الانسان نفسه عايز الصحبه التانية، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، اللهو واللعب اللي كانت سارة بتقول. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما تتبعش وما تسمعش كلام الصحاب او الناس عامه اللي غفله، اللي في غفله، البعاد حتى لو هما كويسين. من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطه. كان امره فرطه يعني الموضوع خرج عن السيطره. بس فدي الحاجه اللي انا بس عايزه اقولها، الحاجه المهمه الناس تلاحظها، ان هو ده هيبقى اختبار، وزي ما قلنا في الاول هيبقى جهاد، وهيبقى اختبار صعب على فكره، وابتلاء صعب. ان انا محتاج دلوقتي في كذا ابتلاء مركبين في بعض، محتاج ابقى مستعد اتخلى واسيب عشان ربنا، زي ما بسيب الذنوب اسيب القعده اللي بتشجعني على الذنوب. عارفين حاجه من الحاجات اللي بتاثر فيها قوي في سوره الكهف، ان اصحاب الكهف امتى ربنا رزقهم ببعض؟ لما كل واحد اهتدى واصلح نفسه لوحده لقى الصحبه دي. هم لقوا بعض عشان كلهم اعتزلوا الناس علشان بعض، يعني كلهم اعتزلوا الناس عشان ربنا، فربنا رزقهم ببعض وايدهم ببعض وقواهم ببعض. فسبحان الله الصحبه الصالحه نعمه كبيره جدا، وهو رزق من عند ربنا زي ما كانت ساره بتقول. والشخص يا هيجي ابتلاءه فيه، يا هيجي ده هدية انه صبر على ابتلاء ان هو بيسيب الصحبة السيئة وان هو بيقعد لوحده شوية. فلو موجودة الصحبة الصالحة خير وبركة وناخد بالنا منها وتبقى نعمة برضو بنشكر ربنا عليها. لو مش موجودة الشخص يهتدي لوحده علشان في الاخر يستحق ان هو يبقى يعني من الصحبة الصالحة. لان لو الشخص نفسه فاسد او سيء، الصحبة الصالحة مش هتبقى عايزاه. يعني لازم الشخص يبقى مستعد انه يضحي ويهتدي ويقرب لربنا، عشان في الاخر يعني الناس الكويسة تبقى بالنسبة لهم هو بقى مش بيأذيهم. انتي لما قلتي أصحاب الكهف جه في بالي التلاتة في الغار. انتوا عارفين التلاتة في الغار دي قصة يعني معروفة جدا، اللي ما يعرفوش بجد أنا بنصح قوي قوي إن احنا نسمعها، عشان الحديث ده فيه فوائد كتير جدا. بس يعني كمجمل التلاتة في الغار كل واحد فيهم هم دخلوا كهف، والكهف وقع عليه زي صخرة كبيرة جدا فما عرفوش يطلعوا. فهم قالوا إنه يعني بما معناه الحديث انه انتوا مش هتطلعوا من الكهف ده غير ان انتوا تدعوا ربنا بعمل صالح ويكون مخلص. المهم يعني انه فكرة التلاتة في الغار، انتوا متخيلين لو التلاتة دول لو حد فيهم لو كانوا 2 سيئين واحد صالح ما كانش هيطلع من الغار خلاص. حتى انا بقول انه لو كانوا 2 صالحين واحد سوء صعب قوي ان هو ما يتأثرش اصلا بيهم، لان احنا كائنات بتتأثر قوي قوي بالمجتمع، ودي حاجة احنا كلنا يعني احنا كلنا عندنا العرف فاحنا كلنا دايما بنتأثر بالحاجات دي. بس انا بقول انه لو تخيلوا مثلا بجد لو التلاتة دول كانوا سوء، او كانوا 2 سوء واحد صالح، بس عارفين انتوا اللي هو ايه المذبذب، لو كانوا التلاتة سوء كانوا هيموتوا في الغار ده خلاص، ما كانوش هيطلعوا. ففكرة انه شوفوا المواقف دي، ان ربنا خلى التلاتة دول هم صالحين، التلاتة دول يتصاحبوا على بعض يعرفوا بعض، يبتلوا بهذا الابتلاء ان هم يتحبسوا في الغار. فكل واحد بقى المفروض يجتهد مع نفسه ان هو يدعي بأخلص وأصلح عمل هو فاكر ان هو عمله لله. واصلا دي كانت فكرة الحديث، ودي كانت العبرة بتاعتها، ان هم كل واحد فيهم قاعد يدعي بصالح اعماله، وكل واحد فيهم لولا العمل الصالح ده الصخرة ما كانتش هتفضل تتحرك، كانوا يفضلوا محبوسين. بس فانا كنت عايز اقول كده عشان يارا كانت بتتكلم على فكرة اصحاب الكهف، فدي حاجة تانية ليها علاقة بالصحاب بس اللي هم 3 في الغار. بما اننا كنا بنتكلم شوية على الدروس وان احنا عرفنا بعض من خلال الدروس، مهم قوي الشخص يبقى بيدور على حاجة كده يلاقي فيها ناس صالحة. لانه مثلا انا كان دايما قبل كده كنت وانا في الجامعة كان بيتقال لي لو عايزة فعلا صحبة صالحة وناس كويسين ما تروحي تتعرفي على الناس اللي في المسجد وكده. كنت بحس اللي هو لا مش عايزة. وبعدين لما بدأت أقرب لربنا كنت اللي هو ده أنا لو أبوس لو أطول بس أشوفهم ألمحهم من بعيد ده أنا نفسي. بعدين كان نفسي ألاقي دروس أكتر، يعني أنا عارفة أنا روحت الحتت دي لو روحت المسجد أكتر ودروس أكتر هلاقي الناس دي. يعني سبحان الله من الأحاديث اللي بتأثر فيا قوي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء. يعني بصوا عشان بس نبقى عارفين ان هو اجرهم كبير ازاي، مش انبياء ومش شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم. يغبطهم يعني كانوا هم يعني نفسهم في اللي عندهم ده. تخيلوا الانبياء والشهداء نفسهم في اللي عند الناس دي. ايه الناس دي بقى وعملوا كده؟ عملوا ايه عشان يوصلوا للمنازل العاليه دي؟
يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فإيه اللي حصل؟ فجاث رجل من الأعراب من قاسية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا وحليهم لنا، يعني يوصفهم لنا يا رسول الله عشان نعرف دول مين، عشان يعني هيموتوا يبقى منهم، نفسه جدا يبقى منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اتبسط قوي من يعني الطريقة دي والسؤال بتاعه. فقال لهم ايه؟ قال للناس ايه؟ قال: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، يعني ناس مختلفة جدا وقبائل مختلفة، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. يعني هم بس الناس دي ما لهمش علاقة ببعض، هم بس اتجمعوا عشان ربنا، هم بس اتجمعوا عشان يتكلموا عن ربنا وتحابوا في الله، هم بس صحبة صالحة. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، وفي رواية تانية منابر من لؤلؤ فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون. كل الناس هتبقى خايفة يوم القيامة إلا الناس دي، وهم أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس دي صحبة صالحة اتجمعت بس عشان ربنا. فاحنا نفسنا نبقى الناس دي. انتوا متخيلين اصلا ان الحديث جزء منه العربي اللي هو جاث على ركبتيه ونزل ووطى: يا رسول الله وصف لنا شكلهم او وصف لنا عملوا ايه عشان نبقى منهم. احنا مش متخيلين يعني ايه ان الشهداء والانبياء بيتمنوا بيغبطوهم، يعني نفسهم يبقوا منهم، يعني اكنهم بيحسدوهم على حاجه، بس الغبطه هي الحسد اللي هو في الحاجه الكويسه. فنفس الفكره بتاعت 7 يظلهم الرحمن بعرشه يوم لا ظل الا ظله، يوم القيامه هيبقى الجو حر قوي، ففي 7 ربنا هيظلهم، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. 2 بيحبوا بعض في الله، هم بس صحاب عشان يبقوا صحبه صالحه ويساعدوا بعض، بيتجمعوا عشان يتكلموا في الدين ويسيبوا بعض عشان يتكلموا في يعني، وبيسيبوا بعض على كده، يعني هم صحاب بس عشان ربنا عز وجل. فدي حاجه كبيره جدا، وده شرف اصلا كبير جدا جدا جدا، ونعمه كبيره جدا. فمحتاجين ان احنا زي ما انت قلت بقى، هو ندعي دايما، نحاول ندور عليهم، نحاول نصلح نفسنا علشان اصلا ربنا عز وجل يرزقنا بيهم وهم يرضوا بينا. يعني انا ازاي كنت بقى اكسبكت او مستنيه ان انا الاقي صحبه صالحه وانا لسه ما اصلحتش نفسي؟ فلازم الشخص يبقى مستعد يحسن نفسه عشان الناس الكويسه اللي هتشجعه اكتر دول يشجعوه اكتر. عارفين الايه في سوره العصر اللي هي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ ده حاجه مهمه جدا، ان انا صحبتي يعني ابقى دايما مستعده ان انا اسمع النصيحه. لو الشخص مش عايز يسمع النصيحة ومش عايز يدي النصيحة، يبقى الصحبة بقت يوزلس، ما بقاش ليها لازمة. فكرة الصحبة الصالحة ان انا بدي النصيحة وبقول النصيحة واتقبل النصيحة، ويعني تواصل معناها ان هي رايحة جاية، النصيحة عمالة تروح وترجع بالحق. فلازم ابقى دايما بقول الصح وبقول الحق وبنحسن نفسنا. اول ما موضوع التواصي ده ان انا هبطل اعرف اعمل ده، اول الموضوع ده هيبوظ، الصحبة هتتفكك واثرها الكويس ممكن يروح. فدي حاجة تانية مهمة جدا، ان في ناس ساعات ممكن واحدة صاحبتي تديني نصيحة واتضايق منها. فانا فاكرة واحدة صاحبتي كانت تديني نصيحة مرة وبعدين قالت لي: انا بس بقول لك مش عايزاك تزعلي. قلت لها: هزعل ازاي بجد؟ شكرا جدا ان انت خليتيني اخد بالي من حاجة زي دي. قالت لي: اصل انا مرة قلت نفس الحاجة لواحدة تانية واتخانقنا عشان قلت لها كده. فدي حاجة مهمة قوي، ان لما عندي صحاب صالحين بينصحوني او بيساعدوني في اي حاجة، ابقى دايما فاهمة ان انا من الاول طلبت الصحبة الصالحة دي علشان كده، عشان يسيبوني على الطريق الصح. كل ما بعد يبقوا بيشدوني، لما هم يبعدوا انا واجب عليا ان انا اقول لهم واشجعهم وامرهم بالمعروف وانهى عن المنكر. دي حاجه مهمه جدا، otherwise انا كده مش بعمل الواجب اللي عليا فعلا. احنا تقريبا كده يعني حاولنا على قد ما نقدر نقول لكم كل حاجه ليها علاقه بالصحبه الصالحه وصحبه السوء. طبعا الايات والاحاديث عنهم كتير جدا، احنا حاولنا بس نتكلم على قد ما نقدر من وجهه نظرنا، عشان احنا كلنا بنمر بنفس الازمه دي وبنمر بالفتنه دي، واحنا كلنا هنا عشان بس نهون على بعض وربنا ان شاء الله يعني بجد فعلا ادعوا كتير جدا جدا، والله العظيم يا جماعه ادعوا بيقين ان هو يا رب انت عارف اللي انا بمر بيه، وانا عارف يا رب ان انت هتعوضني. وعايز اقول لكم على حاجه، في بجد شيوخ يعني كتير جدا بجد، مثلا امير منير كان بيقول ان هو لما اتغير هو قاعد حرفيا لوحده تماما. دلوقتي شوفوا صحبة امير منير، بجد حاجة ما شاء الله، يعني يحسد على اصحابه. وهكذا مع محمد الغيث، كل الناس اللي احنا بنسمع لهم وبناخدهم كمثل اعلى وكده بنتعلم منهم، هم برضو مروا بنفس الحاجة دي بالظبط. يعني عايزة اقول لكم انه ما تلاقوش، عشان مش كلنا مولودين في بيئة كلها صالحة وكلها كويسة، يعني غصب عننا.
عايزة أختم بآية حلوة جدا جدا جدا، يعني ربنا يا رب يجعلنا من الآية دي. ربنا بيقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يعني يا رب يا رب يجعلنا من الناس دي، ويا رب فعلا كلنا ندخل الجنة صحبة مع بعض، وإن شاء الله إن شاء الله كلنا ناخد بإيد بعض وندخل الجنة سوا، ونبقى من الناس فعلا اللي تتبسط إن احنا نشوف بعض في الجنة. نختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.